السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا رب اجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى المسلمين جميعا، وفرحة وبهجة يا رب، وجبرة كبيرة تعجب به أهل السماوات والأرض. تعالوا بينا النهاردة يا ولاد نسموا الله كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نقول يا بركة بسم الله كده، نشوف هنعمل ايه. ده نص كيلو لحمة يا حبايبي، حطينا عليه شوية بهارات 7 حبات وشوية فلفل وشوية ملح، وهنعصجه على النار. نجي معلقة سمنة معانا حلوة كده على معلقة زيت، وقطعنا شوية البصل الحلوين انتوا شفتوهم دولت مكعبات، والفلفل الألوان، ونعصقهم على النار كده. اللحمة يا حبايبي عملتها لوحدها الأول، والبصل والفلفل لوحده، وبعد كده هنحط المكونات دي كلها على بعضها. طبعا هنحط التوابل بتاع البصل برضو، شوية ملح، شوية فلفل برضو بساط كده، عشان ما يبقاش مسكر قوي مع اللحم. طبعا الفلفل الالوان بتاعنا هياخد صدمه برضو كده، تتبيله بسيطه معاه. وهنحط الحاجات دي كلها على اللحمه تاخد ايه في بعضها. تعالوا نعمل احلى صينيه رقاق، مش هتنسى حلاوتي. ملفوف، ايوه ملفوف. طبعا بتاخدي تقلبي اللحمه حلو الاول كده، تاخد في بعضها مع الخضار اللي انت مقطعه دي. معانا صينيه حلوه كده هندهنها ايه مادة دهنية. طبعا انا ما حطيتش على اللحمة اي سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، لان اللحمة المفرومة يا حبايبي فيها دهون يامي، فمش محتاجة، هي غنية من اللي فيه. وهندهن الصينية بتاعتنا حلو كده يا حبايبي، سمنة او زيت زي ما انت حب. طبعا هناخد كل ورقتين جلاش رقاق كده على بعض، كل طبقتين مع بعض. لو متقطعة هنحطها برضو الطبقة اللي تحت سليمة، واللي فوق عادي هنرصها عادي، مش هنهدر منها حاجة. وهنحط اللحمة المفرومة فيها كده، وهنلفها لور طويل كده حلو. هتاكلي احلى صينية رقاق باللحمة، واحسن من اللي انت هتعملها مربعة. المربعة عيالك طبعا بيعرفوش ياكلوها، لو في ولاد صغيرين او كده ديت احسن واشيك، تعرفي تحطها على سفرتك. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين لفتة كده يا حبايبي، هلف معاكم واحدة واتنين كمان عشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو. تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك يا احلى اخوات واحلى عيلة. ربنا يجبر خاطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هنعمل واحدة كمان وهنلفها حلو، وكل طبقتين، ومش بعمل بين الطبقة والطبقة لا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، وبيطلع مورق وزي الفل. زي ما انتوا شايفين كده، كل طبقتين على بعض، وبلفهم لور طويل كده زي ما انت شايفه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انت شايفه، حابه تعمليها على الرخام على المفرش على صينيه زي دي كده، يعني مش لازم صينيه نحط عليها، الا وعلى الطبلية على طول هتعملي. طبعا هترص الصينيه كلها زي ما انت شايفاني كده، عملناها كده، وهتيجي تخرطها بالسكينه حلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ايه افضل الصلاة والسلام. برضو دول ما بحطش اي مادة دهنية خالص يا حبايبي، لان هي اللحمة فيها دهنه، واللي انت عملتيه في البصل بكفاية. وهنحط معلقة واحدة بس سمنة على التشريبة بتاعته. تنسوش اللايك، متنسوش اللايك للفيديو. زي ما انتم شايفين كده، لفت معاكم تاني واحدة. هي طريقة سهلة وبسيطة خالص، مش لازم تعملي، او حابه تعملي بقى انت وراحتك على حسب ما انت عاوزه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب، وتعملوا احسن. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هنرص الصينيه كلها، وهنمسك السكينه هتقطعيها وهي طريه زي ما انت حابه تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه.
وهتحط معانا لا اله الا الله سيدنا ونبي محمد رسول الله. الواحد بينسى يا ولاد. كوبايه لبن وعليها معلقه واحده سمنه، معلقه واحده مش اكتر من كده. هيطلع من فوق ومن تحت ياخد لون حلو ومورق وما شاء الله عليه. هنحط معلقه سمنه واحده وكوبايه اللبن ودي على دي. مش هنعمل لو حابه تستغنى عن اللبن وتعملي شوربه عادي مفيش اي مشكله، هيبقى احسن برضو. دي اللي انت حابه حسب ذوقك انت وحسب طلبك انت. طبعا انا شربت كوبايه اللبن كلها، الكوبايه العاديه بتاعت العصير العاديه بتاعتنا او مج الشاي عادي. الفرن بتاعنا مسخنينه حلو وهنزج. هبط عليه النار، عاوزه تعمله في الفرن التاني عادي تحت الشوايه، وهتهبط عليه النار حلو ياخد تشربته هيطلع زي العسل. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده ما شاء الله، واخد لون حلو وطيب وطري من قلبه ما شاء الله ومورق وزي العسل، قرمش من بره وطري من جوه واللحمه فيه طيبه وما شاء الله. زي ما انتم شايفين واخد لون من فوق ومن تحت وزي العسل. شايفين مفيش احلى ولا اطعم من كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. يا احلى اخوات واحلى عيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.